بسم الله. يا ماما، انا عايزه انام. نمت عليك حيطه. يا ماما، او من الساعه 7 المدرسه. يلا يا ابني قوم، قامت قيامتك. انا مش سامع، سمعت الرعد في ودانك. حاجه اتكسرت، كسر رقبتك على صدرك. حاجه صراحه ملهاش حل. في يا جماعه ايه الامهات الجباره دي؟ انا عندي تستعملي السلاح النووي بتاعك المعروف، السلاح المصري اللي هو الشبشب ده، افضل من انت تقعدي تدعي. في امهات كانت صراحة الدعاوي عندها دي شعر، منهج ماشية بيه، وما زالت والله في أمهات كده. خلي بالكم يا أحبابي، مفيش حاجة اسمها أنا قلبي بيدعي ولساني بيستغفر، لا مفيش كده. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا إن احنا ندعي على أولادنا، ممكن تكون ساعة استجابة. لو سمحتوا بلاش الاشعار والدعاوي اللي بتدعوها على اولادكم، ممكن تكون ساعه استجابه بين ساعه نزول المطر، بين الاذان والاقامه، في ساعه استجابه يوم الجمعه، في اوقات كده الدعاء فيها مستجاب. وبعد كده نرجع نعيط ونندم ونقول ولادنا بيحصل لهم وبيحصل لهم. طب ما هو من كلامكم يا جماعه، مفيش حاجه اسمها ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. انا قلبي بيدعي ولساني بيستغفر، مفيش الكلام ده. لو سمحتي يا ام يا فاضله، احنا عارفين ان انت بتدي اجمل ما عندك وكتر الف خيرك، وان انت كل غرضك انك تربي عيالك احسن تربيه وتهذبيهم ويطلعوا كويسين، وهو ده اللي عندك. انت مش قاصده طبعا، لكن ممكن كلمه من دول او دعوه من دول ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لها، تدمري حياه ابنك. ادعي بكل ما فيكي، قولي ربنا يهديكوا، ربنا يهديكوا يا ولادي، ربنا يهديكوا، بس كده. بلاش الدعاوي، استعملي السلاح الذري بتاعك اللي هو الشبشب، بس ارجوكي بلاش الدعاء.